ظبط التقسيمة للمكنة بلاتيني هندي. بصوا يا جماعة، من أسهل ما يمكن. شايفين الترسة في 3 علامات؟ حرف التي من فوق، شايفة دي علامها، وده حرف التي من فوق، وده علامة قدام. يعني دي حرف التي من فوق، تمام، وفي علامة من قدام وعلامة من ورا. ماشي، والتي تبقى من فوق والبستم يبقى فوق. هتحرك انت من المنافلة او الزرجينة اللي احنا عاملينها دي للترس، بنفك بها الترس وبنربطه بها وبنحرك بها الترس، وبنفكه من الناحية التانية. وهتحرر، هتخلي الترس يبقى فوق، هتخلي علامة حرف التي فوق، وهتخلي البستم فوق. خد بالك كده، ركز كده معايا. لما تحرك اهو بالزرجينة، ماشي، وما تحرر البستم، ما تخلي البستم فوق، تتأكد من ان البستم في اعلى نقطة فوق، تمام. وتبص بعد كده على الترس، شوف العلامات بقت فين بتاعتك، تظبط كده بالظبط. شايف فيها سنة ورا، فطبعا هتيجي بالشداد، بنفك عدل او اي حاجة عدلة كده رفيعة، هتحرر بها الشداد ده اللي هو الالومنيوم، تمام. هوت انت الكتينة كده، شايف، هتسحبها كده بنفس الطريقة سنة، ماشي كده. الترس هيلف معاك لقدام، تاخد من قدام لورا، الترس يلف معاك لقدام. بص انت كده لفتيها الترس، تركب وتشوف. بص، ركب الترس دي، لو خلفت معاك سنة هتخلي المكنة متسحبش معاك قدام او ورا. لو ما اتظبطتش لازم تتظبط بالظبط، ظبطتها هتخلي المكنة تجري معاك وتبقى في الدورة حلوة معاك وتمام. ولو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناة، او لو استفدت معلومة واحدة بس اعمل اشتراك في القناة. بص يا جماعة، تيجي مركب الترس، الزرجينة دي مهمة جدا تعملها، هتبقى تريحك معاك في الفك والربط ولف الترس. ماشي، ركب معاك الترس كده تمام. هترجع برضو تاني قبل ما تقفل ولا تربط المسمار، ترجع تاني تتأكد ان الدنيا معاك تمام، ما تستعجلش. دي العمرة كلها هي فيها دي التقسيمة دي، انت لو عملت عمرة كلها صح وظبطت الدنيا تمام، والتقسيمة دي فيها سنة واحدة ورا ولا قدام، هتلاقي المكنة مش مظبطة معاك، وممكن ما تسحبش، ممكن تسقف، ممكن المكنة تبقى تعبك في الدورة، تعمل معاك عيب، تاكل بنزين، تدخن دخانة سودا، وبسببها انت ممكن تقول كربراتير ولا اي حاجة، وبسببها التقسيمة. بص التقسيمة، حرف الت فوقها، في علامة قدام وعلامة ورا، لازم يبقى عادل كده. والسلام عليكم.